مذهلة. التفاصيل داخل الكرتون. أسرعوا. را نقرأ را نعم را خلنا سوا را نقرأ. برنامجنا الحلو شوقنا إلكم رواق رن رن ألو انت عالهوا. برنامجنا الحلو شوقنا إلكم رواق. كلمة منك كلمة مني نحكي ونتعلم ونغني. كلمة منك كلمة مني نحكي ونتعلم ونغني. حكينا طيور الجنة صوتك أحلى عالهوا سوا. اوعى ايش لا لك ولا لا غيرك؟ رحنا على المول. انت برضه يعني بتروح لحالك ولا بتاخذهم معك على السوق لاهلك؟ لا احيانا بطلع مع اهلي بس شوف يعني اذا انا وديما صعب شوي عشان في ناس يتكلموا هيك. مصطفى اشتريته ايش هو كان؟ من ايام يعني كنت اجهز لاحدى الكليبات اللي بدي اصورها. اشتريت بدله ويعني كنزه وبلوز وبنطلون شغلات يعني. بس بصراحه يعني كثير رحت للسوق اكون احس فيها معاناه كبيره. هلا راح نسمع عن معاناتك وعن مشاكلك وعن ايش بصير معك بالسوق انت ومحمد بعد ما نرحب اولا بمشاهدينا الاعزاء في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا فيكم معنا في حلقه جديده احنا وياكم فيها سوا على الهوا سوا احنا وكل الناس الرائعين اللي خلف الشاشات اللي عم بيتفرجوا علينا بهذا اليوم يوم الخميس. احنا رجعنا لكم طبعا من جديد بعد غياب هذا المده الاسبوع كامل. نجومنا الصغار اليوم الموجودين معنا لين وديما وأسامة النسعة على وصول من التسوق من فقرة التسوق. اسمحوا لنا نستقبلهم أهلا وسهلا فيهم. تفضلوا يا مرحبا. أول واحد أسامة. أهلا كل واحد وين مكانه أنتم؟ تفضلوا أسامة مكانك. لين كيف حالك؟ السلام عليكم أهلا وسهلا الحمد لله السلامة. أهلا وسهلا كيف حالك؟ تفضلوا. إذا اليوم راح نتحدث معاكم حبايبنا الحلوين عن التسوق والسوق. هل بتحبوا تروحوا على السوق؟ لما تروحوا على هذا السوق كيف بتروحوا؟ مع الماما مع البابا لحالكم؟ إيش بتعملوا بالسيارة؟ كيف تتعاملوا مع الناس بالسوق؟ كل هاي الأسئلة راح نسمعها إحنا وياكم مع نجومنا مع محمد بشار ومصطفى العزاوي حبيبي ولين وديما وحبيبنا أسامة النسعة في الخلف. للي راغبين بالتواصل معنا أرقام هواتفنا صارت محفوظة ولكن من باب وذكر من داخل المملكة العربية السعودية على 700047 ومن جميع أنحاء العالم على 00882169000809 وأهلا وسهلا فيكم. جاوب محمد بقول لك كيف لين؟ شوف السوق كاينه. ايش اشتريت يا لينو من السوق؟ اشتريت الله ما حلو فستان محمد؟ لا فستاني طبعا. الله يا عيني هذا راح تلبسيه باي يا عيني ايش هذا الفستان اشتريتيه؟ من السوق. مين اشترى لك يا لين؟ ماما. انت رحت انت وماما على السوق لحالكم؟ بابا ما راح معاكم لانه مسافر. يلا ان شاء الله بيرجع لنا بالسلامه بكره ان شاء الله بكون معنا من الكويت. وايش اشتريت كمان اشياء؟ كمان نفس اللون يا سلام. فوق ايوه يا سلام. الله حتى تشوفوها جميل. هسه تشوفون لين ان شاء الله باقرب كليب لابسه. لين انت بتحبي تروح على السوق يا لين؟ ليش بتحبي تروحي طيب؟ حتى تشتري اواعي. حتى اشتري اواعي. بس اواعي ولا كمان بتشتري العاب؟ كمان بشتري العاب طبعا يعني. طبعا بتشتري العاب. وايش بتشتري كمان اشياء من السوق؟ وبشتري شوكولاته وشيبس هيك يعني. هاي من الدكان مو من السوق صح؟ ولا نفس الشيء؟ اتوقع بشتري اشياء. تتوقعي واحنا كمان نتوقع انه لازم تشتري اشياء. انت لين بتروحي انت لحالك تشتري ولا بكون معك حد؟ بتروحي تشتري لحالك ولا بيكون معك حد لما تروحي تشتري؟ لازم يكون معي حد. ليش؟ عشان نرتبهم اولا. مصطفى خاف تاخذهم لك انت الاغراض. لا رتبها هي لانه انت لك على عاده ترتب لها بعدين. ديما كيف انت بتحبي السوق؟ بتحبي تروح عليه؟ عادي.
بس مش كثير يعني، هو إلى أوقات مخصصة إذا مثلا حد قال لنا إنه هناك في خبيث أشياء فيها. حلوة بنروح، بس مش يعني هيك على رغبتنا إحنا يلا بنروح خلينا. متى. نعم. ايش كمان؟ ما بنروح إحنا بس على الأوقات اللي إحنا بدنا إياها، لازم يكون في أوقات مخصصة. طيب ايش اكثر شيء بتحبيه الله. بالسوق؟ الفساتين. الفساتين. أمم. فساتين بتحب تشتريها من هناك. طيب شو رايك نستقبل احنا وياك هالاتصال ونشوف مين معنا؟ من موريتانيا سناء، خلينا نشوفها بتحب الله. تروح على السوق ولا لا. يلا تفضل يا ديما، رحبي بسناء من موريتانيا. ألو، السلام عليكم. كيفك يا موريتانيا؟ يا مرحبا. ايه يا سناء. إيه سناء. كيفك يا سناء؟ بتسألك ديما. أنا آسفة. عافية شاطر. نعم يا سناء احنا سامعينك، تفضلي. كيف حالك؟ طيبة ان شاء الله؟ الله الله هذا يحفظك أكثر واحنا والله. كمان بنحبك كلنا. وأنا كمان بحبك. كملي يا ديما، تفضلي مع سناء. في سؤال للحلقة اليوم. سؤال الحلقة اليوم معروف ايش هو، اسألك اياه ونذكر فيه سناء. سناء، سؤالنا للحلقة: فيتامين سي موجود في اي الخيارات التالية؟ هل هو موجود في قطعة الحلوى في الشوكولا، ام في البرتقال، ام في الخبز؟ في البرتقال. في البرتقال ان شاء الله. إن شاء الله نكون إجابة إجابة صحيحة. آه. يمكن تكون في البرتقال، ويمكن في الحلوى، ويمكن في الخبز. خليك معنا لاخر الحلقة حتى تكون ان شاء الله، اذا كانت اجابتك صحيحة، من الناجحين معنا اللي حيفوتوا معنا في السحب على لعبة الوي مقدمة من سان توب وسان كولا. اهلا فيك يا سناء، اهلا ومرحبا. بتحبي تروحي للسوق يا سناء؟ سناء. أسأل الخط. سناء، نشكر اتصالك يا سناء. محمد، كنا نسأل ديما عن مرتب. بتحب تروح السوق ولا لا؟ انت بتحب تروح للسوق يا ابو حميد؟ والله احيانا حلو يعني، في اكيد المتعه. ايش بس مش ايش دايماً. اكثر شيء بتحبه بالسوق او بيعجبك في السوق؟ هلا هي حلاوه السوق انه فيها ناس وهيك تختلط مع العالم، الله. بتشوف شغلات جديده، تغير جو، تغير روتين. اكثر شيء محمد ما بحبه لما يروح على الاسواق. اكثر شيء ما بحبه، شوف هو السوق فيه شغلات حلوه وفيه شغلات مش حلوه يعني. طيب ايش من الشغلات المش يعني حلوه من بالنسبه الشغلات لك؟ انه مثلا ذكرت ما اسمع عليه أشياء. هاي الاشياء اللي بيشتريها، لا، احنا لا. نتكلم عن التسوق. شوف احيانا والسوق بشكل لانه احنا عام. يمكن نغني يعني بالتلفزيون وهيك، فالناس تجمع كذا، تاخذش راحتك. هذا شوي بداية. طيب محمد، قبل لا الشهرة يعني بس انه بتكون ناس بدك تاخذ شغله بتقعد 3 ساعات وانت تدور. يعني محمد ما بحب الغلبة في التدوير، بحب بالضبط، ينزل لحاجته بالضبط. مباشرة. خلص بنزل، بحب انه خلص سمعت انه مثلا في شغله حلوه بروح اجيبها وارجع. ما بس. بحب انه افتل في البول ولا في السوق. هو حلو يعني. حبيبي. مصطفى، كيف انت والاسواق؟ والله يعني مش صلح مع الأسواق بصراحة. ايش السبب؟ كثير بنزعج. أولا لأن يبدو أنه أنا أيضا يعني صاحب عائلة. نعم. فمن أطلع يعني تكون معي عائلتي، معي أطفالي. أنك أنت تنشغل بعائلتك بعض الأحيان وتنشغل مع الأطفال، وأيضا في مو مضايقات، وإنه مثل ما تفضل محمد بعض الأحيان لربما أنه أنت مضطر أن تجامل الناس، مضطر أن تجامل وتكون معهم بلطافة. وبعض الأحيان السوق هو بشكل عام سبحان الله في ما تحس المتعة الكبيرة يعني، في غلبة. في غلبة يعني. طيب حناخذ بشكل مفصل اكثر. لين حكت لنا في اتصال، وفعلا اجتنا رنة اتصال. تفضلي يا لين، استقبلي الاتصال. مين معنا؟ من قطر. مين معنا من قطر؟ فاجأة. فاطمة من قطر معنا يا لين. السلام عليكم يا فاطمة. فاطمة السلام عليكم. سلام. يلا سمعتك ممتاز. كيفك؟ الحمد لله. تسأليها عن سؤال الحلقة، قولي لها فيتامين سي موجود في الشوكولا ولا في البرتقال ولا في الخبز؟ تفضل. فيتامين سي امم موجود في البرتقال ولا في الشوكولاتة ولا في الخبز. ولا بالخبز؟ في البرتقال. في البرتقال ان شاء الله يكون هو. إن شاء الله يكون الجواب صح. طيب يلا الله. اسأليها عن موضوع حلقتنا يا لين. اسأليها بتحب تروح على السوق فاطمة هي في قطر ولا ما بتحب؟ على المولات وعلى الأسواق. تحب تروح على المول ولا لا؟ إيه حسيت. بتحب تروح؟ إيه إيه. طيب يا فاطمة، مع مين انت عادة؟ فاطمة، مع مين انت بتحبي تروحي على السوق؟ مع ماما، مع بابا، صديقاتك؟
مع مين تروحي دائما؟ ماما. مع ماما. مع ماما. طيب فاطمة، أنت إيش أكثر شيء بتحبيه في التسوق؟ فاطمة، نعم. سألناكي إيش أكثر شيء بتحبيه في السوق أو ما بتحبيه لما تروحي على السوق؟ الألعاب. الألعاب بتحبي تشتريها. حلو الالعاب والله. طيب نشكرك يا فاطمة، نشكر اتصالك معنا. مشكورة يا فاطمة. نرجع لديما في السؤال اللي معنا اتصال كمان. طيب يلا يا ديما تفضل استقبل الاتصال. ألو، السلام عليكم. معنا سحر من فلسطين يا ديما. ألو، السلام عليكم. سحر معنا يا سحر. الو. سلام. تفضل يا ديما. الو. يلا معك. لا معك. ايوه الو. يلا سامعيك. كيف يلا حالك؟ سهر. سحر يعطيك العافية، كيف الحال؟ معك على الهواء سوا طيور الجنة كل النجوم. الحمد لله. طمنونا عنكم، إن شاء الله بخير. ممكن اتكلم مصطفى العزاوي؟ مصطفى العزاوي طبعا. نعم. السلام عليكم، كيفك سحر؟ الحمد لله. كيفك مبدعنا؟ الله يرضى عنك يا رب. شو تقول؟ بس سحر لو توطيني التلفزيون تسمعينا من التليفون حتى نقدر نسمعك بشكل مباشر. انا بحبك كثير، كل اهل فلسطين بحبوك. الله يرضى عنك يا رب ويرضى عن اهل فلسطين، وان شاء الله يا رب يفرج عنكم ونزوركم قريبا ان شاء الله تعالى، احنا وكل نجوم طيور الجنه. سؤال حلقتنا مصطفى. سؤال؟ احنا بس عفوا نسألك سؤال بعدين نسمع سؤالك. سؤالنا لهذا الحلقة حتى تكون ان شاء الله معنا اهلا وسهلا. من الفائزات. الفيتامين سي موجود وين بالضبط؟ بالشوكولا، في البرتقال، في الخبز؟ في البرتقال. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. تفضلي سؤالك، خلينا نسمع حتى نجاوبك احنا. يبدو انها ما زالت. رغودة بدها ترجع على القناة ولا انفصلت خلاص؟ ما سمعنا عفوا. سألك على رغوده. رغود ان شاء الله احنا يعني في محاولات في التواصل معها دائما، كل يوم بعد يوم من كثرة الاتصالات بنحاول نتواصل معها حتى تكون معنا، وهي ان شاء الله قريبا تكون معنا باذن الله في على الهواء سوا ان شاء الله. طيب صديقتنا سحر، نشكر اتصالك معنا من فلسطين، واحنا نرجع في سؤالنا لديما اللي كنا سألناك اياه. لما تروح على السوق ايش بتتعلمي هناك في التسوق؟ ايش الشيء اللي بتتعلميه؟ كيف يعني؟ تتعلمي كيف تحكي مع اللي بتشتري منها الأغراض، البنت تقولي لها هذا القياس كيف هو، كيف إذا عمه كان موجود تعطيه لي فلوس يرجع لك الباقي، كم حق القطعة. تعلمي هاي الأشياء في التسوق؟ وجربتي سابقا لما تكوني مع بابا أو مع ماما أو مع محمد يقولوا لك تفضلي يا ديما روحي أنت حاسبي، تعرفي كيف تشتري وتبيعي؟ فأنا مثلا كمل الحساب، هو اللي يعني هو قديش مثلا حكيت تفضلوا راسا ما تعامليها، ما بتحاولي بالضبط زي ما قال لك ديسكاونت مثلا، يعني تخفض لي شوي بالسعر يا عمو. يعني هو يعني يمكن ديما بتروح على المحلات اللي هو السعر محدود، هذه يعني ما في مجال تعرفي هذه المحلات بعض الاحيان تكون افضل وتكون اسهل. هذه المحلات السعر ثابت اريح، اذا رغبت تشتري اهلا وسهلا، ما رغبت فانت تكون مرتاح من مساله العمله والمعامله. صراحه انا بتعب من هاي اقسم لي واقسم لك كثير حتى يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى او اذا شرى. يعني الاصل فينا انك انت تكون سهل. هلا يا لينا ان شاء الله حنجي من الاخر قول له قديش من الاخر تسمي اياها مثلا هذه خلاص بالضبط، قال لك مناسب لك مناسب يعني كده شفت مناسب يا اخي خذوه يا اخي، مش حلو اكيد في 1000 محل زي غيره. بس اسمع في احنا بصراحه في نقطتين، في اتصال بعدين النقطتين ولا قبل؟ اتصال تفضل يا لين معك الاتصال. السلام عليكم. من مصر نور الهدى من مصر يا لين، سلمي عليها قوليها كيف حالك يا نور الهدى. الله كيفك؟ كويس الحمد لله. من أي منطقة في مصر يا نور الهدى؟ السويس. من السويس. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. سؤال الحلقة اسأليها يا لين. سؤال الحلقة هل فيتامين سي هل من الشوكولاتة هل من البرتقال
عصير البرتقال. عمل خبز هل من الخبز. أو ابن جيرانهم. نور الهدى سألتك لين وين؟ إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. هذا من البرتقال. نور الهدى، كيف أنت والتسوق بتروح على السوق مع أخوانك، مع أصدقائك، مع مين بالضبط؟ مع ماما وبابا. مع ماما وبابا. طيب لما تروحوا في السيارة، لما تركبوا السيارة وتطلعوا للسوق، إيش بتستثمروا وقتكم؟ هل في المشاكل مين حيكون بجنب الشباك؟ مين اللي حيكون مرتاح؟ ولا بتكون في ما بينكم أوقات مليانة بالمسابقات في الطريق، في النشيد، في الفرح؟ كيف بتعبوا وقتكم وأنتم بطريقكم إلى الأسواق؟ بنغني سيارتنا صغيرة. ما سمعت، عفوا. يلا خلص. سيارتنا صغيرة. بتغنوا سيارتنا صغيرة في الطريق. طيب اتفضلي إذا حابة تحكي مع ديما. ديما معك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ ازيك يا ديما؟ ايه؟ الحمد لله. انت طيب ايش هي اخبار المدرسة معاكي؟ .com. طيب نشكر اتصالك يا نور الهدى من مصر، واهلا ومرحبا فيك انت وكل اهل مصر معانا في برنامج على الهوا سوا. محمد بشار في عنده الان مشوار سريع الى التسوق، راح يروح ويرجع. تفضل محمد، جيب لنا معاك اللي شفناه كراسه. لكن يا ريت وانت رايح محمد تدعي دعاء السوق اللي هلا احنا حنعلم المشاهدين. ايش هو دعاء السوق؟ صوتك مو طالع معنا. ايش هو دعاء السوق؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يلا نعيدوا مع بعض. يلا. يلا انا بحكي وانتم بتعيدوا، وانت اسامه معنا برضو. يلا. لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. المشاهدين معنا. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بتعرفوا ايش له اجر اللي بيحكي هذا الدعاء لما يكون واصل عند السوق؟ ايش؟ له اول شيء 1000 حسنه. 1000 قديش يعني؟ 2000. 1000 يعني 1000 مليون. يعني 1000 1000 في 1000. 1000 في 1000 كم يا محمد؟ 1000 مليون. اللي بيحكي هذا الدعاء حكيته انت لما رحت؟ حكيت الدعاء هذا لما رحت؟ لك 1000 حسنه، وراح ينزل عنك كمان محمد 1000 سيئه. الله. هاي يعني صار عندك مليون سيئه، وكمان ترفع 1000 درجه. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث. هذا حديث لازم نحفظه اليوم ان شاء الله. راح نعيده اكثر من 3-4 مرات، واللي بحب يكتبوا وحنعيده مع بعض حتى كل ما نوصل للمول للتسوق ندعي هذا الدعاء حتى يكون لنا فيه الاجر. اسامه النسعه ما حكينا معاه، راح نحكي معاه بعد هذا التقرير الصغير. رايحين وراجعين. حكينا طيور الجنة صوتك أحلى عالهوى سوا. هيا يا أصدقائي، رافقوا السيد صندوق في مغامراته، اجمعوا الملصقات، أكلوا الكتيب، واربحوا جوائز مذهلة. التفاصيل داخل الكرتون، أسرعوا. نعم، أحب التسوق مع عائلتي. بحب التسوق مع أهلي. بحب أروح مع رفقاتي. نعم، أحب التسوق مع أمي. بحب التسوق مع ماما. نعم، أحب التسوق مع والدتي ومع إخوتي الكبار. أحب التسوق مع أمي. أحب التسوق مع أمي. أحب التسوق مع أمي وأبي وعائلتي. لا الصراحة ما بحب كذا التسوق. أحب التسوق مع أمي وأبي وأهلي. ما بحب التسوق. نعم، أنا أحب التسوق مع أهلي ورفقاتي. نعم، أحب التسوق ومع رفاقي وأهلي. إلا أرفع صوتي على التاجر، ما بوقع شي ولا بعيط ولا بستعلن شي للناس. إذا ماما قالت لي ممنوع آخد هالشي بقول لها أوكي.
إنه ما لازم نسرق ولا ننصب وهيك على الناس ونهرب بالأغراض. عدم رمي الأوساخ على الأرض، عدم مضايقة الناس في المحلات. عدم إحراج أصحاب المحلات الذي أشتري منهم. عدم رمي النفايات. إنه ما بكب على الأرض وما بتحركش بحدا، إنه بتضل حالي. عدم رمي الأوساخ على الأرض، ألا أرمي وسخا في الأرض. إنه لا نأذي الناس ولا نركض بالعربيات للتسوق. اجمعوا الملصقات، أكملوا الكتيب، واربحوا جوائز مذهلة. التفاصيل داخل الكرتون. حكينا طيور الجنة، صوتك أحلى عالهوى سوا. إذا شاهدنا حبايبنا مجموعة من الأصدقاء في لبنان، من مكتب لبنان صورنا هذا التقرير. شفنا البعض بيحب يروح على التسوق، البعض ما بيحب، البعض بيحب مع الماما والبابا، في ناس بيحبوا يروحوا لحالهم. إيش آداب السوق بالنسبة لهم؟ هاي كل هالأشياء إن شاء الله برضو إحنا حنتكلم إحنا وياكم فيها مع نجومنا الراعين الحلوين اللي جزء منهم راح للتسوق. وعاد بعد ما شفنا محمد بشار رجع لنا هو ديما. إيش من آداب التسوق اللي الواحد لازم يلتزم فيها؟ هو أول ما تدخل لازم دعاء اللي حكينا تذكرينا فيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هاي قديش إلك هلا حسنات لو كنت حكيتها؟ ألف حسنة. يعني بيروح عني ألف سيئة أو بيرتفع 1000 درجة. ديما ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني ديننا فيه هيك، في رحمة وفي أشياء. محمد في تلفون عم برن. تفضل أنت محمد لأنك كنت بالسوق، تفضل احكي لنا. يا حي الله معنا من فلسطين. مين معنا من فلسطين؟ محمد معنا. محمد يا محمد. محمد يا محمد تفضل معنا. محمد من فلسطين. الو محمد، كيف حالك؟ يا نادي اقول ابو حميد. محمد ابو حميد موديا. محمد ما زال معنا. نشكر اتصالك يا محمد. حبيبي شكرا. ومعنا اتصال ثاني. مين معنا؟ شهد من المملكة العربية السعودية. برضو معك يا محمد ولا تزعل. الو شهد، كيفك شهد؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا محمد؟ الله يسلمك ويخليك. كم عمرك يا شهد؟ 16 سنة. ما شاء الله، ان شاء الله العمر كله. خلينا ندخل بسؤال برنامج بس قبل ما نتحدث هيك. فيتامين سي موجود في البرتقال ولا الشوكولاته ولا الخبز؟ البرتقال. ان شاء الله انه تكون اجابتك صحيحه. تفضلي يا شهد. أصايل بنت أختي تبغى تتكلم مع ديما. طيب يلا من عيوني، تفضلي ديما معك. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك يا شهد؟ أنا فهد. هذا يبدو انه فهد مو شهد. الكاميرا تعيدك رقم 2 معك شهد فهد. ولا فهد؟ يعني يمكن اخوها. الو ديما. مين معاي؟ أصايل كانت تبغى تكلمك. أصايل بنت أختي تتذكري؟ أصايل كلمين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيها. تفضل. هلا والله. طيب ممكن محمد شوية؟ هيك يعني المكالمة صارت رايحة جاي. تفضل شهد. لا بس عشان يعني أصايل مرتبكة شوية ما عرفت تتكلم يعني. طيب احنا اسمحي لنا نسألك سؤال الحلقة. انت وبنت اختك بتروح على السوق تتسوقوا ولا كيف؟ ايوه نروح يعني عشان حاجات العيد يعني كمان اغراض اذا نكتفنا يعني نروح كذا نتسوق ونغير جو شوية. ايش من آداب التسوق اللي انتم بتراعوها في ذهابكم للسوق؟ والله ما ادري ايش يعني ما نغلب الرجال الموجودين وما نتكلم كثير يعني تمام. ما نسرق حاجات يعني. تمام. نشكر اتصالك يا شهد معنا. انت ذكرت عدة آداب. ما نتكلم كثير، ما نغلب البائع او المشتري، ما نطلب اي الحاجات. الان بالنسبة لنا احنا كأبناء ما نطلب من ماما وبابا الاشياء اللي حتكون صعبة علينا. حنسأل برضو نجومنا ايش بيعملوا في الحالات هذه، مثل لين وديما وأسامة الناس على الحاجات اللي بدها. معنا من لبنان نبيل من لبنان. السلام عليكم يا نبيل. الو اهلا وسهلا يا نبيل، كيف حالك؟ الحمد لله. مين حاب يسألك سؤال حلقة؟ مع مين حاب تتكلم من النجوم حتى يسألك السؤال؟ نبيل مع مين حاب تحكي من النجوم؟ مع ديما. يلا تفضل ديما معاك. الو السلام عليكم.
كيف الحال؟ شكرا الله. سؤال الحلقة. هلا في أي من في أي الأشياء؟ من الأشياء التالية يوجد فيها فيتامين سي؟ الشوكولا؟ قطعة الشوكولا ولا البرتقال ولا ولا الخضار؟ برتقال اتوقع، هو بقول لك برتقال عادي. ايش قال هو؟ برتقال. ان شاء الله يكون هو الجواب الصح يا صديقنا يا نبيل. نشكر اتصالك حبيبي معنا واهلا وسهلا فيك شكرا انت نبيل. وكل اهل لبنان وكل اللي عم يتصلوا معنا. اسامه النسعه اجينا لك احنا هلا بسؤال. الله يعطيك العافيه تاخرنا الله عليك. يعافيك. لا عادي. تسوقت اليوم وانبسطت؟ الحمد لله. رحت مع اصدقائك، كيف بتختار اصدقائك اللي بتروح معاهم؟ مش انت لازم ترافق اكيد مش رفقاء السوء، رفقاء الحسن اللي بدلوك على الاشي طبعا المنيح، وانت يعني عارف وثقتك باللي بدك تروح معهم اكيد، بعدين بتروح تقدر تروح معهم. عافيه. نعم. طيب انت يعني هلا سابقا اي واحد كنت تروح معه على السوق من اصدقائك ولا في ناس معينين كنت تختارهم؟ لا زمان كنت اروح مع اهلي، بعدين بعد ما كبرت خلينا نقول يعني صار عمري 15 16 يعني 16 خلص صرت اروح مع اصحابي. مش دائما اكيد، عند اوقات الفراغ اوقات العطل كمان، لانه كل واحد عنده ظروف، يعني ممكن انا اكون فاضي لكن صاحبي بده يروح معي مش فاضي، بنختار وقت انه يكون. طب ايش رايك باللي بيروحوا كثير على التسوق، يعني كل يوم بعد يوم لازم يروح يتسوق؟ ايش رايك بهالتصرف؟ هذا اسمه مرض تسوق، يعني كثير بضلوا رايحين جايين، يعني زي ما بيحكوها سوسه خلاص، اذا الواحد تعود بضله كثير رايح. لا هذا طبعا اكيد غلط، في اهدار للمال واسراف في الموضوع، ندخل بباب اللي هو الحرام لا سمح الله. يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ايش بيقول؟ احب البلاد الى الله مساجدها، اكثر شيء ربنا بحبه المساجد، وابغض البلاد الى الله الاسواق. فلذلك يا جماعه ديروا بالكم، احنا ما عم نروج لكم انه كيف تصير تروحوا على السوق، لكن السوق هو شيء موجود في حياتنا، لكن احنا بنتكلم عن ضوابط الزياره للتسوق، ايش نعمل ايش نسوي، وما كثير تكون حياتنا هي كلها مجرد اسواق. في معنا اتصال اسامه من مين معنا؟ اسامه معك الاتصال، مين معنا؟ نور من الامارات مع اسامه. السلام عليكم يا نور. وعليكم السلام. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. نور كم عمرك؟ 11 سنة ان شاء الله لما تكون سؤال الحلقة. نور سؤال الحلقة، الفيتامين سي بوجد في الشوكولا في البرتقال ام في الخبز؟ برتقال. برتقال ان شاء الله، يا رب يكون جوابك صحيح وتدخلي معنا بالسحب. طيب يا نور انت بتحبي تروحي على السوق كتير؟ لا يعني يعني باعتدال صح؟ طب بتدعي دعاء السوق لما تروحي؟ طيب نشكرك يا صديقتنا نور، واهلا وسهلا فيك ومرحبا، وان شاء الله انك تشوف الاجابه اذا كانت هي الاجابه الصحيحه. ديما كنا بدنا نسالك انت ولين، او نرجع نسال لين محمد اذا بتعطيها الميكروفون للين. لا لينو انت لما تروحي، هو عشان يشتغل هذا الشغال، هذاك في يبدو انه حيشتغل بعد شوي. انت لما تروحي بتصيري تقولي لماما او لبابا بدي اللعبه هاي، وبتصير تعيطي وتقولي لهم بدي اياها لازم؟ يعني لو شفتي لعبه وعجبتك قلتي لبابا بابا بدي اياها او ماما بدي اياها وما جابوا لك اياها، ايش بتعملي؟ ما بعصبهم، يعني كثير ما بخلي اوتارهم تتعصب. اوتارهم تتعصب. تمام. والعصبيتهم تتوتر؟ لا ما بتخليهم. شوف هي لانها احساسها فني ومرهف على الاوتار، فتقول اوتارهم يعني دلاله على انه العائله فنيه، يعني هي وبابا، فهذا شيء جميل من لين حبيبتي، هي ما تعصب بابا. اذا لين برضه من الناس اللي لما تروح على السوق اذا شافت بابا قال لها هاي اللعبه حنشتريها، او طلبت من بابا، اذا اشترى لها اياها اشترى لها، ما اشترى لها اياها اكيد بابا كمان بعد شوي بشتريها اكيد، لانه بابا هو اللي حيختار لك اياها، وبابا عنده راي اكيد بيكون كويس ليش هو اجل لك اياها. حبايبنا الحلوين ما زلنا نتكلم عن السوق، هلا احنا راح نطلع فاصل صغير ونواصل، فابقوا معنا. حكينا طيور الجنة